السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل والورد والياسمين، صباح التغيير بقى. ما هو احنا كان لازم نغير. طبعا اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. فيديو النهارده بقى يا جماعة مختلف شوية، احنا زهقنا من الطبيخ ومن المطبخ ومن القعدة في المطبخ. قلت والله ما انا طبخة حاجة النهارده، انا عايزة اغير جو يا جماعة. اغير جو واعمل ايه؟ اخد حاجتي واكلي واطلع فوق على السطح. هو ده بالنسبة لنا تغيير الجو. عملت إيه بقى؟ طبعا حبيت ان انا بس انضف الحته اللي انا هقعد فيها، وحطيت بقى الطبليه بتاعتنا الحلوه دي، وجبت حاجتي وطلعت. انا والله اقول لكم بامانه، والله انا حسيت فعلا ان انا غيرت جو كان حلو اصلا. الشمس طالعه، الجو جميل، جبت الشعله بتاعتي الغلبانه ديت والله اللي انا اصلا بخاف منها. جبتها حطيتها جنبي، كانت برضو مدفياني. وقلت بقى النهارده نعمل ايه؟ اسهل اكله، واكله والله بنشتاق لها قوي، انا من زمان ما اكلتهاش وكان نفسي فيها بصراحه. انا كان نفسي اكل رنجة، فبعت بقى ايه، بنت اختي كمان معايا. فبعتهم بقى الاتنين، قلت لهم بصوا انا عايزه اكل رنجة حلوه، هاتوا لنا رنجة حلوه لان انا نفسي اكلها من زمان. المهم راحوا جابوا لنا رنجة، يعني بلاش اقول لكم على سعر الاربعه دول بكام، خلي الفيديو ايه ماشي ايه، يعني من غير ما نتضايق خلينا عادي. والله الرنجة اللي كنا بنجيبها زمان ب 30 وب 35 بقى لها سعر هي كمان. المهم اهم حاجه انها تبقى حلوه، يعني انا بحب اجيب الحاجه النظيفه، بالذات حاجات الاكل وكده. حاولي ان انت تجيبي الحاجه النظيفه، ما تأهمليش فيها. انا بقى لازم الرنجة عندي لازم ان انا اسخنها، يعني في ناس في الغالب بتعملها كده من غير ما تسخنها وتفصصها. لا انا لازم احطها كده على نار هادية تسخن براحتها، ولما لغاية انها تفتح كده. طبعا شايفين بقى البصل، يعني هما ربنا قدرهم الاتنين جايبين لي، يعني ايه البصل ده كله؟ ولا كام حزمة بصل؟ قلت لهم كتير قوي، كتير علينا، يعني احنا هناكل البصل ده كله؟ المهم نضفت ربطتين بصل، والربطتين التانيين لو كنت نضفتهم كانوا هيتبهدلوا. فسبتهم كده ولفتهم في كيسة ليوم، يعني مثلا بكرة او بعده انضفهم. عشان ايه؟ الحاجة طبعا يعني لو نضفتيها يعني انها تبقى مش كويسة بسرعة، اسرع من انك لو نضفتيها. فاهميني ولا ايه؟ المهم يعني عندي اتنين وقلت انضف اتنين. مسكت بقى طبعا نضفتهم، وخليتهم بقى يعني اديتهولهم بقى الحاجات ديت ينزلوا بقى يغسلوها تحت. هنا بقى طبعا عايزه اقول لكم ان انت لازم تغيري في اي حاجه، مش الروتين يا جماعه صعب قوي، انا ما بحبش بصراحه الروتين. لازم اديني يوم كده راحه، يوم كده استجمام من غير شغل. هو مش معنى كده ان انا ما اشتغلش، لا والله. انا برضو قمت كان عندي غسيل كتير قوي، لميته وطبقته وعنته. وكمان الشقة برضو نظفتها ومسحتها، يعني اديتها تنظيفة سريعة كده. يعني برضو الدنيا كانت نظيفة، خصوصا كمان ان انا كنت اليومين اللي فاتوا عند ماما وكده. فكان لازم ان انا يعني ايه ادي الشقة برضو تنظيفة سريعة، وكان طبعا بقى هدوم ولادي والحاجات دي كلها مسكت نظفتها. هنا بقى قلت لهم عينوا لي بقى البصل، بقيت البصل انتوا جايبينه ده كله ودوت ايه، شطفوه وغسلوه غسله حلوه وتعالوا. خلاص بقى طبعا همسك بقى ايه، الرنجة بقى طبعا لما بتسخن خالص وبحس انها خلاص سخنت وبقت حلوة، بتلاقيها بقى فتحت من بعضها. هنا بقى ايه، مسكت فتحتها، بقوم بقى ماسكاها بصراحة مفصصة اللحمة كلها، واشيل بقى اللي هو سلسلة الظهر دي. بالراس لا، يعني ما بنحتاجهاش على فكرة. انا يعني انا وولادي ما بنحبش البطاريخ، بس الحمد لله بنت اختي لقيتها بتحبها، لان بصراحة البطاريخ كان شكلها حلو قوي. يعني هي كانت مبطرخة، البطاريخ بتاعتها كانت حلوه. همسك بقى طبعا افصصها بقى، واعصر عليها ليمون على قد ما اقدر. بحب قوي ان انا اكتر الليمون في الحاجات دي. بص هو يوم كده يعني ايه، حبيت ان انا يعني اغير فيه في الاكل. إيه، احنا زهقنا من الطبخ والله يا جماعه، زهقنا وتوفير، بس والله ما وفرت. يعني انا بقيت اقول لجوزي بقى ده انا النهارده هعمل لك اكله موفره. بقول لبنتي هاتي الباقي، قالت لي مفيش بقى يا ماما، هي بكده يعني. مفيش باقي. قلت له شفت بقى، ده انا وفرت لك توفير النهارده. يعني المهم طبعا همسك بقى زي ما قلت لكم، يعني هدومنا اتبهدلت وكل حاجه، يلا مش مشكله، فدا الرنجة يا جماعه عادي فداها. همسك بقى افتحها وانضفها واظبطها واعصر بقى عليها ليمون، ونقعد بقى ناكل. بصراحه القعده كانت حلوه قوي، الجو جميل. اول هم خالص، القعده حلوه. عارفين يعني اللي هو حسيت براحه، حسيت فعلا ان انا مرتاحه يوم، مش كل يوم بقى شغل وتنظيف وطبيخ والشغل الكتير قوي اللي عندنا ده. خدنا هدنه يعني. حطينا بقى الرنجة وحطينا البصل، وكمان عصرنا بقى الليمون وجبنا ترشي، وجبت لهم والله طماطم عشان يعني اللي عايز ايه ياكل معاه طماطم، بس هم بصراحة ما حبوش يعني. وقعدنا بقى اتغدينا. القعدة معاهم بصراحة كانت حلوة قوي، احنا قعدنا وقت القعدة قاعدين نضحك قاعدين نتكلم. القعدة معاهم كانت حلوة، والاكل بصراحة كان حلو جدا. الرنجة ما شاء الله عليها، ما كانتش مملحة قوي، لا كانت مظبوطة جدا، لا هي كانت نظيفة يعني.
وقعدنا بقى اتغدينا وخلصنا الغدا وقلت لهم بصوا بقى هما كانوا وراهم درس، يعني هما المفروض ان هما كانوا هيتغدوا وهيروحوا درس على طول، فقلت لهم طب اصبروا نتغدى مش مشكله لما تيجوا من الدرس. قالوا لي لا احنا هنتغدى قبل ما نروح الدرس. قلت لهم يا جماعه بلاش تاكلوا رنجة قبل ما تروحوا الدروس. ما اصروا برضو ان هم ياكلوا. نزلوا خلصوا زيت برفان عليهم عشان يعرفوا يروحوا الدرس. المهم بقى طبعا هنكمل الغدا بتاعنا. بجد انا كنت حاسه ان انا مبسوطه قوي وانا قاعده معاهم. في اول حاجه خالص انا عايزه اشكر كل اللي كتب لي تعليقات في الفيديو اللي فات. كل اللي قال لي مبروك، بجد ما تحرمش منكم ابدا، ربنا يخليكم ليا يا رب، احلى متابعين. هي والله قرأت التعليقات دي كلها وكانت مبسوطه بيها جدا. وعقبال يا رب ولادي وولادكم ان شاء الله باذن الله ان هم يفرحونا الفرحه الحلوه دي. عايزه اقول لكم ان لما بتتعبي وبتلاقي نتيجه دي حاجه حلوه قوي. اما تحسي ان انتي، واحلى حصاد انك تحصديه، انك تحصدي في ولادك ان هم يبقوا ذريه صالحه. ان انتي تحسي ان انتي فعلا تعبتي في تربيتهم او عملتي مجهود معاهم وتلاقي المجهود ده باين في علامهم وفي ادابهم. انا عارفه بقى ان انا جوعتكم في الفيديو ده النهارده، سامحوني والله، يعني بألف هنا وشفا يا رب للي شاف واللي كل. هنا بقى كنت خلاص خلصت، هما نزلوا بقى يجهزوا عشان الدرس، وانا بقى كنت قلت اعمل لي بقى كوبايه شاي كده وانا قاعده في الرواقه دي وفي الجو الحلو ده. كنا بقى خلاص شلنا بقى الحاجه دي كلها وغسلنا الطبليه وظبطنا الدنيا. وقلنا بقى نعمل كوبايتين شاي حلوين جدا. حتى انا ما عملتوش كشري، انا بحب قوي الشاي احطه في الكنكه كده يغلي غلوه بسيطه ويبقى كده خلاص، انا مزاجي الشاي ده. هحط بقى السكر بتاعي واحط حاجتي، وقعدت بقى بصراحه يعني مسكت التليفون بقى شويه. قلت امنتش في الفيديو على ما الشاي يخلص. المهم بقى هو فيديو النهارده بسيط شويه. خلصت بقى وجبت قصة فندقة كده بقى اكلها وانا قاعدة. كنت جايبة والله كمان موز، بس لا، رنجة مع موز ده صعب قوي. اكل بقى واشرب الشاي بتاعي واقعد بقى براحتي، يوم كده تغيير من جو الشقة بقى ومن جو الطبيخ ومن جو الشغل اللي احنا ما بنبطلش والله العظيم. اي ست بيت احنا، انا عارفة ان احنا مظلومين شوية في الشغل. كل يوم بصوا اللي بنعمله النهاردة بنعمله بكرة، هو مفيش راحة. بس الحمد لله ربنا يدينا الصحة يا رب ونعمل اكتر من كده كمان. طول ما الصحة موجودة ما تشيليش هم حاجة. ادعي دايما بس ان ربنا يقوينا ويعيننا على اللي احنا بنعمله على اللي احنا فيه. المهم طبعا انا عايزه اشكركم كلكم على تعليقاتكم الجميله، بشكركم اصلا ان انتم موجودين في حياتي. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي. طبعا بقى لو انت جديده معانا في القناه يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وانتظروني باذن الله في فيديوهات كتيره جايه ان شاء الله. بحبكم في الله، مع السلامه.